أول لمّا بالاقي البطاطس الصغيرة دي في السوق لازم أشتري وأعمل لكم الأكلة دي. طب ومالِك مقطّعاها كده ليه؟ لأ أحكي لك من الأول بقى، أول حاجة نشوّح اللحمة المفرومة الأول في الطاسة في شوية زيت، وبعدين ننزّل عليها بصل مفروم ناعم وشوية توم، وبعدين البهارات بقى، جوز الطيب وبابريكا وفلفل أسود وكمون، تقليب بقى كده لغاية ما لونها يتغيّر وتبتدي تستوي، عندنا شوية طماطم معصورين هننزّلهم عليها ونسيبها تتسبك. وإيه الأخضر اللي بترشيه ده، بقدونس ده والّا إيه؟ لا ده بقى كزبرة خضرا هتنقل طعم اللحمة والأكلة كلّها في حتة تانية خالص. أمّا نشوف. قورنا البطاطس خلاص هنحشيهم بقى باللحمة اللي احنا عملناها دي، نجهز الحلة اللي هنسوي فيها بقى، نرص طماطم الأول. أنتِ حطيتِ الهري ده كلّه بقى تحت البطاطس عشان ما تتحرقش. ده دول بقى في الآخر هيبقى كل البهاريز فيهم. طب هتسقيها بإيه دي بقى؟ عصير طماطم وعليه بقى شوربة فراخ كانت موجودة عندي أصلا في التلاجة. الله ينوّر. نحطها على نار عالية، أول لما تغلي نوطي بقى لغاية ما تستوي، ونكون احنا عملنا بقى جنبها شوية رز